خلونا نبدأ حكاية عن اتنين صحاب، علي ومصطفى. علي ده بقى النموذج اللي كلنا عارفينه، الشخص المطحون، شغال ليل مع نهار، بيعمل كل اللي عليه وممكن أكتر كمان، بس حاسس إن مفيش حاجة بتتغير. أما مصطفى فده بقى عايشها ببساطة، بيعرف إزاي يروق على نفسه. وفي يوم وهو قاعد على قهوة بيفتح كلام مع واحد جنبه أول مرة يشوفه، صدفة بحتة. الراجل ده يطلع مين؟ مستثمر كبير. كلمة في وسط الكلام، فكرة مصطفى رماها كده، عجبت المستثمر، وحياة مصطفى اتغيرت في لحظة. علي طبعا بيبص ومش فاهم، هو أنا كل تعبي ده راح على الفاضي؟ هو الموضوع كله صدفة وحظ وخلاص؟ السؤال ده مش بتاع علي لوحده، لا، ده سؤال كلنا بنسأله لنفسنا. وهو ده بالظبط السؤال المحير. هل النجاح ده ليه كتالوج واضح؟ يعني بخطوات نمشي عليها، شغل ومجهود ومثابرة وتمام كده؟ ولا في بقى مكون سري في الخلطة، حاجة مش في إيدينا زي الحظ كده؟ يلا بينا نحاول نفهم المعادلة الصعبة دي. تمام. خلينا نبدأ بالأول، بالحكاية المشهورة، القصة اللي كلنا اتربينا عليها، إنك لو اشتغلت بجد وبكل طاقتك النجاح جاي جاي مفيش كلام. والمقولة دي بتلخص جزء كبير قوي من الحقيقة. الفكرة مش مين أذكى، الفكرة مين نفسه أطول، مين عنده القدرة إنه يكمل لما كل الظروف حواليه بتقوله كفاية كده. كلنا بنقابل صعوبات، وكلنا بنسمع كلام يكسرنا، بس اللي بيفرق بجد هو اللي بيكمل رغم كل ده. ولو الكلام ده محتاج دليل، يجي الكاتب مع الكونجرادوال ويدينا رقم بقى أيقونة في عالم النجاح: 10,000 ساعة. بيقولك عشان توصل لمرحلة الاحتراف في أي مجال لازم تكون قضيت في ممارسته المدة دي. يعني الموضوع مش ضربة حظ وخلاص، لا، ده سنين من العرق والتعب والشغل اللي ما بيقفش. بس لحظة واحدة كده، لو الموضوع كله مجهود وساعات شغل، ليه بنشوف ناس بتتعب جدا ومش بتوصل؟ هنا بقى الصورة بتبدأ تبقى أعقد شوية، وبنكتشف إن في لعيبة تانيين في الملعب، لعيبة مش تحت سيطرتنا خالص. وحتى من منظور ديني بنلاقي الموضوع ده ليه تفسير عميق. في طريقين للنجاح. الأول هو اللي بنسميه النجاح السببي، يعني بتاخد بالأسباب، بتعمل اللي عليك، بتوصل للنتيجة. تذاكر كويس هتنجح، تشتغل بضمير هتكسب، معادلة واضحة. لكن في طريق تاني اسمه النجاح الإلهي، وده اللي بنقول عليه توفيق من عند ربنا. لما باب يفتح لك فجأة ما كنتش عامل حسابه، أو ربنا يبعد عنك مشكلة كنت خلاص هتقع فيها. وده بيوضح إن المعادلة أكبر من مجرد حساباتنا البشرية. والطريف بقى إن العلم كمان عنده معادلة شبه الفكرة دي بالظبط، اسمها الكيو موديل. المعادلة دي بتقول إيه ببساطة؟ بتقول إن أي نجاح بنشوفه هو ناتج ضرب حاجتين في بعض: قدرة الشخص الحقيقية مضروبة في عامل الحظ. يعني مهما كان الواحد موهوب وشاطر، مهارته دي لازم تقابلها فرصة، لازم يحصل الكليك ده علشان نشوف التأثير الكبير. يعني ببساطة أي إنجاز بنشوفه هو في الحقيقة كوكتيل، جزء منه هو المهارة الحقيقية للشخص، والجزء التاني هو عنصر عشوائي، صدفة، حظ. يعني عمرنا ما بنشوف الموهبة لوحدها كده، لا، دايما بيكون معاها شوية حظ، سواء بقى حظ كويس أو حظ وحش. والدراسات بتأكد الكلام ده بالأرقام. بصوا كده على الرسم البياني ده بيقيس دور الحظ في مجالات مختلفة. كل ما العمود كان أطول، كل ما كان الحظ بيلعب دور أكبر. شوفوا مثلا منتج الأفلام، المؤشر فوق خالص. نجاح فيلم ممكن يعتمد بشكل كبير جدا على ضربة حظ، لكن لو نزلنا تحت عند الموسيقيين الكلاسيكيين هنلاقي المؤشر أقل. هنا المهارة هي اللي بتتكلم أكتر، وده بيثبت إن الحظ مش مجرد كلمة بنقولها، لا، ده عامل حقيقي ومؤثر، بس بنسب مختلفة. طيب، لحد دلوقتي احنا اتكلمنا عن المجهود الشخصي والحظ، كأن كل واحد فينا بيلعب لوحده. بس الحقيقة إننا كلنا بنلعب جوه سيستم كبير، جوه منظومة. والسؤال المهم هنا، هل المنظومة دي أصلاً متصممة عشان تكافئ الشخص الأقدر والأكفأ؟ وهنا بيظهر مصطلح مهم جدا اسمه الميريتوقراطية. معناه ببساطة حكم الأكفاء، الحلم الجميل اللي بيقول إن المناصب والفرص المفروض تروح للي يستاهلها بجد بمجهوده وشطارته، مش بالواسطة أو العلاقات. وعلى فكرة الفكرة دي مش جديدة خالص، دي قديمة جدا، من أيام كونفوشيوس في الصين وامتحانات اختيار الموظفين، ولما الإنجليز استخدموها في الهند، وحتى أمريكا وسنغافورة في العصر الحديث. يعني البشرية من زمان بتحاول تلاقي طريقة تضمن بيها إن أفضل الناس هم اللي يكونوا في أماكن اتخاذ القرار. الهدف نفسه عظيم طبعا. بس دايما الكلام النظري بيبقى جميل، والتطبيق على أرض الواقع قصة تانية خالص. بتبدأ تظهر الأسئلة اللي بجد. هو إيه تعريف الجدارة أصلاً؟ هنقيسها إزاي؟ بالشهادات؟ طب ما الامتحانات مش بتقيس كل حاجة زي الإبداع مثلاً، ومين أصلاً اللي بيحط معايير التقييم ليه؟ وهل هي عادلة لكل الناس بنفس الشكل؟ ده غير مشكلة مبدأ بيتر المشهورة اللي بتقول إننا بنفضل نرقي الشخص الناجح لحد ما نحطه في منصب أكبر من قدراته فيفشل ويبقى عاقبة في السيستم كله.
تمام؟ يبقى احنا كده فصصنا الموضوع ل3 أجزاء رئيسية: المجهود والحظ والمنظومة أو السيستم. جه الوقت بقى نركب كل الأجزاء دي تاني مع بعضها عشان نوصل لصورة كاملة لمعادلة النجاح الحقيقية. طيب من الآخر كده الوصفة عاملة إزاي؟ أول حاجة الأساس اللي مفيش أي كلام فيه، الشغل والمجهود والمثابرة، دي الأرض اللي هنبني عليها. بس فوق الأرض دي لازم نبني فهم أعمق للعبة، يعني لازم نكون معترفين إن في حاجة اسمها حظ وإن في ظروف خارجة عن إرادتنا، والأهم بقى إن المجهود ده يتحول من مجرد تعب إلى استعداد. يعني بدل ما الواحد بيشتغل وخلاص، لأ، هو بيشتغل عشان يبقى جاهز في أي لحظة الفرصة تيجي، ومش بس يستنى الفرصة، لأ، ده كمان يروح يخلقها، يوسع دايرة معارفه، يجرب حاجات جديدة، يخلي الحظ لما يجي يدور عليه يلاقيه واقف مستني. وفي مقولة عبقرية للكاتبة مايا أنجلو بتلخص كل ده، بتقول: الفرصة ممكن ما تخبطش على بابك مرتين، بس انت تقدر تبني باب جديد. يعني من الآخر احنا مش مجرد ناس بتتفرج على قصة نجاحها وهي بتحصل، لا، احنا اللي بنبني الأبواب اللي الفرصة هتخبط عليها. وهنا يجي السؤال الأخير، والسؤال ده مش ليا، ده لكل حد بيسمعني دلوقتي. بعد ما فهمنا إن النجاح ده كوكتيل معقد من المجهود والاستعداد والحظ والظروف، يا ترى إيه الحاجة ولو صغيرة اللي ممكن نغيرها من بكرة في طريقتنا للسعي ورا أهدافنا؟ إيه اللي ممكن نعمله عشان نزود احتمالية إن الحظ الكويس يقابلنا؟ فكروا فيها.